الصلاة؟ يعني عشان انت بتصلي شايف نفسك احسن مني؟ طب ليه؟ ده انا حتى قلب ابيض وطيب والناس كلها بتحبني. لا عمري جيت على حد ودايما اللي في جيبي للي محتاجه. صحابي كلهم يشهدوا ليا اني اجدع صاحب واول واحد يقف في شدتك. بعد ده كله مفكر نفسك احسن مني عشان انت بتصلي وانا لا؟ طب يا عم ماشي، سيبنا منك. انا اصلا مكتوب لي الجنة. انت ما سمعتش وانا بقولك على كل اللي بعمله في حياتي؟ وخد عندك بقى، انت بتصلي بس ممكن تكون بتصلي نفاق، اللي هو يعني عشان الناس تقول انك بتصلي. اي نعم انت ما بتسيبش ولا فرض وكلهم جماعه في المسجد يعني، بس برضه لا انا مش مرتاح لك يلا، وانت شكلك كده داعشي يا عم. ده انا عمر ما شفتك بتساعد حد ولا بتقف جنب حد زي ما انا ما بعمل. طبعا الكلام ده نابع من عقل مليان تفكير مسموم من الشيطان، وبيوسوس له دايما ان هو هيدخل الجنه عشان قلب ابيض ومش عارف ايه زي ما اخينا رسوم كده. فارجع صلي يا اخويا، واعرف ان الصلاه هي عماد الدين، وهي اول حاجه هتتسال عنها، ومفيش اي حاجه هتقدر تعوضك عن ترك الصلاه يوم الحساب. والله لو بقيت احسن واحد في العالم طالما مش بتصلي ولا شايف ان الصلاه هي اولى حاجه في حياتك، فصدقني انت اقل من اقل واحد محافظ على صلواته. السلام عليكم.